لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر لكل من أتى إلى هنا ومن لم يستطيع أن يأتي إلى هنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته إناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الأطهار ومن حفظة القرآن ومن زوار بيتك الحرام. اللهم إن جئنا إلى هنا لتغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا إذا يأس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وتخلى عنا القريب والغريب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات وفاضت العبرات وتكشفت العورات وتعطلت القوى والقدرات. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق إلى ربك يومئذ المساك وداعا إلى من تزل له الجباه والأعناق. اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب ونفد الأهل والأحباب فإذا الوحشة وهول الحساب. اللهم ارحمنا إذا فرقنا النعيم وانقطع النسيم وقيل ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمنا إذا لم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر، فما بالنا من قوة ولا ناصر، فلا أمل إلا في القادر